اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن بلاد من غير فيزا للمصريين. انا عايز اقولك ان الباسبور المصري يقدر يدخلك 56 دولة من غير تأشيرة. ال 56 دولة دول متقسمين لثلاث اجزاء. اول جزء فيهم هي بلاد من غير تأشيرة، تاني جزء هي بلاد بتاخد تأشيرتها عند الوصول، تالت جزء هي بلاد تأشيرتها اونلاين. ايا كانت الدولة اللي انت هتسافر ليها بتاخد تأشيرة عند الوصول او تأشيرة اونلاين او ما بتاخدش تأشيرة خالص، ف 56 دولة دول مفيش دولة فيهم بتفرض عليك تأشيرة. تعال نتعرف مع بعضينا كده التلات أجزاء دول بيتكونوا من دول إيه؟ أول جزء هي دول متاحة للمصريين بدون فيزا، وبيتقسموا ل16 دولة. أول دولة فيهم هي بنين لمدة 90 يوم، بعد كده الدومينيكا لمدة 21 يوم، الإكوادور لمدة 90 يوم، غينيا لمدة 30 يوم، هايتي لمدة 90 يوم، هونغ كونغ لمدة 90 يوم، إندونيسيا لمدة 30 يوم، إيران لمدة 21 يوم، الأردن لمدة 30 يوم، ماكاو لمدة 90 يوم، ماليزيا لمدة 90 يوم، موريشيوس لمدة 90 يوم، مايكرونيزيا لمدة 30 يوم، فلسطين لمدة 60 يوم، سانت كيتس لمدة 90 يوم، سانت فينسنت لمدة 60 يوم. أما الجزء التاني هي دول بتطلب تأشيرة من المصريين بعد الوصول، وبتقسموا ل24 دولة. أول دولة فيهم هي غانا لمدة 30 يوم، بعد كده كومورو لمدة 45 يوم، الرأس الأخضر 30 يوم، بوركينا فاسو لمدة 30 يوم، لاوس لمدة 30 يوم، لبنان لمدة 30 يوم، جزر المالديف لمدة 30 يوم، جزر مارشال لمدة 90 يوم، موريتانيا لمدة 30 يوم، موزمبيق لمدة 30 يوم، نيبال لمدة 90 يوم، نيكاراغوا لمدة 30 يوم، بالو لمدة 30 يوم، سامو لمدة 60 يوم، السنغال لمدة 30 يوم، كوتيفوار لمدة 30 يوم، كوبا لمدة 30 يوم، السيشل لمدة 30 يوم، الصومال لمدة 30 يوم، تيمور الشرقية لمدة 30 يوم، التوغو لمدة 7 أيام، توفال لمدة 30 يوم، اليمن لمدة 90 يوم، زيمبابوي لمدة 90 يوم. بعد كده آخر جزء هي الدول اللي بتطلب تأشيرة إلكترونية للمصريين. أول دولة فيهم جيبوتي لمدة 30 يوم، تاني دولة الجابون لمدة 30 يوم، كينيا لمدة 90 يوم، ليسوتو لمدة 14 يوم، ميانمار لمدة 28 يوم، قطر لمدة 30 يوم، سورينام لمدة 30 يوم، أوزبكستان لمدة 30 يوم، بوليفيا لمدة 90 يوم، أثيوبيا لمدة 90 يوم، غينيا بيساو لمدة 90 يوم، مدغشقر لمدة 90 يوم، رواندا لمدة 30 يوم، داغستان لمدة 45 يوم، تنزانيا لمدة 30 يوم، أوغندا لمدة 30 يوم. بس كده وكده عرفت الباسبور المصري يقدر يدخلك كام دولة. في منهم الفيزا الإلكترونية، في منهم الفيزا عند الوصول، وفي منهم من غير فيزا خالص. بس كده منساش تعمل لنا بقى سبسكرايب، وتستنى الفيديوهات الجاية إن شاء الله.